بص يا حسام، لو انت شخص رياضي افضل وقت تاخد فيه التمرينه بتاعتك قبل الفطار عشان تاخد احسن استفاده من التمرين. اوعى تسمع مني، لو انت شخص رياضي اوعى تعمل كده في رمضان. الاهم من التمرين في رمضان هو اختيار الوقت اللي هتتمرن فيه، وده بيكون حسب هدفك من التمرين. لو مثلا كان هدفك انك تحرق دهون او تنزل في الوزن، فافضل وقت نتمرن فيه هو قبل الفطار بساعه، وتكون تمارين خفيفه لا تتعدى ال 30 دقيقه علشان ما ترهقش جسمك او تحس بالعطش الشديد. اما لو كان هدفك انك تحافظ على الكتله العضليه من خلال تمارين القوه، فالافضل انك تتمرن بعد الفطار من 2 ل 3 ساعات، وبرضه حاول تبعد عن الأوزان التقيلة قدر الإمكان. لو حابب تعرف إيه أكتر أكلات ممكن تساعدك تتمرن بكفاءة أعلى في رمضان وكمان تحافظ على كتلتك العضلية، سيب لينا كومنت بكلمة تمرين وتابع معنا الفيديو اللي جاي.